خويا المشكل ديالي اخويا هي واحد السيده الزوجه ديالي اخويا حصلها ولدي كتغدرني، ومنين جيت من البحر قالها لي، وقبل ما يقولها لي لقيت السنان ديالو مهرسين. ملي قلت له ولدي مالك سنانك؟ قال لي بابا راه ضربتني ماما، ويطلع لي الدم وخرجت انا وياه للزنقه قبل ما نغسل حالتي ما ندير حتى شي حاجه، خرجت انا وياه للزنقه. مشيت للقهوه جلست انا وياه، قلت له ولدي مالك سنانك؟ قال لي يا بابا راه ضربتني ماما. قلت له علاش ضرباتك ماماك؟ قال لي ها علاش وعلاش وعلاش وعلاش. شي حوايج اخويا راه كيشيبوا الراس. هضر معايا بشي هضره اللي ضراتني في قلبي. ملي رجعت للدار لقيت السيده ديالي الزوجه ديالي ما كايناش، سمحت لي في الولاد بثلاثه وهربت جات للصلاه وخلاتني انايا تما. هزيت الوليدات وجيت تبعتها لهنايا للصلاه، جبت ليها الوليدات بجوج، عطيتهم ليها الصغار وبقى معايا الكبير على يد رجال الدار. عطيتهم ليها اللي في سي الطيبي. في ديك الليله داك الولد الصغير الثاني تا هو المتوسط اللي في عمره 6 سنوات جا عندي عاوتاني وقال لي حوايج اخرين وقعوا في دار جدها في هذيك البراكه في سي الطيبي. جا عندي قال لي يا بابا شنو دارت ماما وشنو دارت مع واحد الراجل جا عندها، يعني الخيانه الثانيه. منين جات ولدي وواجهتها بهذاك الشيء اللي قالت السيده بحال تقول خرجت معايا للحرب، ولينا في الحرب. عيت مع بنت الناس، شدي وليداتك جبت ليها الناس جمعناها عباد الله ما خلينا ما درنا، ما بغاش ترجع. يعني الانسان بحال تقول لك المراه منين كتعرف راسها بلا راجلها راه عرفها بلا راه غدراته تيولي سابع المستحيلات تعيش معاه. يعني وليت تقول كذا شي نهار يقتلني، شي نهار يدير لي شي حاجه، وانا تنفكر في وليداتي اخويا. دابا راه كدير لي شكايات كيدين اخويا، فين ما تنهضر معاك كدير لي شكايه كيديه، كتهبط لي المرصب وليداتي، المكان ديال العمل ديالي فين كبرت انا وكبروا والديا، كتهبط لي المكان ديال العمل ديالي وكتجلس لي تما كاينه شهرين هادي باش تدور لي في البلاصه اللي انا كنخدم فيها، وبزات كملاتها وجملاتها لحت لي الدراري وزادت. اي كدور هي واحد خيتي في سلال المدينه انايا مراتي ومزوجه بيا، كيفاش غادي ندير انا ونوقفها؟ كيفاش غندير وغنحضيها انا باش نجيب البروف؟ 12 عام وانا وياها في الصحراء، وفي الاخر هي غدراتني. هي غدراتني. ملي جيت لهنا جالس عليا بالشكايات كيدين، الشكايات كيدين، تا وليت انايا ما عارف راسي واش نقابل الاولاد ولا نقابل الشكايات اللي كدير ليا. بحال نهار الجمعه مشات لاحت لي الولد الصغير ما جايه نهار الاثنين جايه مضروبه هنايا وكتقول لي انا مشيت ديكلاريت بك يلاه سير لقيتيني مع صاحبي وسير، وكنشوفها كتمشي مع عباد الله واش غادي دير؟ نقتلها نمشي للحبس نغرق؟ داير شكايه عند السيد وكيل الملك عند المظالم، داير شكايه عند السيد الوكيل الملك، داير شكايه بها النهار اللي هربت لي من طنطان، داير لها مذكره بحث وراه كتطلع ليها هنايا. ولكن الحاجه اللي بغيت نفهم انايا كيفاش هاد السيده نديكلاري بها انا وداير بها مذكره بحث، وملي كتمشي لعند رجال الشرطه كيديكلاريو ليها. راه بالعكس راه ما خاصهمش يديكلاريو ليها، راه خاصهم يعيطوا عليا انا. الو واحد الشكايه فيها نمره التليفون ديالي، الو ازاج الجوجه ديالك هي كاينه هنا، ويواجهوني انا وياها. ما فهمتش انا دابا. انا كنطالب من رجال الشرطه الاحرار ديال سلال المدينه يشوفوا معايا هاد السيده هادي الحل معها، راه ظلماتني وظلمات وليداتي وتعدات عليا، وانا انسان نقي ماشي شي انسان اللي خايب ولا عندي سوابق قضائيه. انا عمرني دوزت نهار الحبس، عمر كانت عندي شي شكايه، وهي استغلات هاد الفرصه هادي. عرفتني كنخاف من المخزن، عرفتني كنخاف على وليداتي، عرفتني كنخاف على راسي، عرفتني انسان مريض، شداتني من الجهه اللي كتضرني. هاد السيده اللي كتفسد عليا وكتعدى عليا وكتكرفس عليا وقدام البلاد كامله، وانا معروف وجهي معروف في البلاد كامله، هذيك مرات فلان. هي دخل هاد السيد هذا كان غادي يدخل المدرسه مع 8 ديال 8 ونص ديال الصباح، هو راه ما عنده حتى الجوج عاد يدخل فاقص مشى للمدرسه. السيد واقيلا اللي هو معاه تيخلي الولد تيخرج من المدرسه كيدخل. جا الدري حل الكرياج دخل حط السكاره، قال لي كنسمع شي حسه بابا في بيت النعاس، قال لي حطيت السكاره سمعوا ديك قراب، قال لي خرج، قال لي السيد جمع البنطلون ديالو الحوايج ديالو، قال لي خرج مد لي شي فلوس، قال لي عطاني شي بركه، قال لي وخرج، قال لي هو خرج مشى بحالته، هي هزت عصا الشطابه، قال لي ضربتني في سناني هرستهم لي، قال لي ندور معاه قال لي وزاد، قال لي شدتني، قال لي قتلتني بابا بالعصا. جيت انا من بعد هذا الشيء هذا وقع شي يومين عاد جيت انايا، ملي جيت لقى الدري مثلا لقى عنده فلجه في سنانه، قلت له مالك ولدي؟ قال لي يا بابا راه ماما اللي ضربتني. قلت له علاش يا بابا؟ علاش وعلاش وعلاش وعلاش. رجعت انا وياه للدار كنلقى غير الدراري الصغار اللي كاينين، السيده ما كايناش من ذاك النهار ليومنا هذا، وكل شيء واقفين معاه، كاع هذوك العيالات اللي كيشبهوا ليها كاع كلهم واقفين. على سبيل المثال بحال البارح معيطين ليا اجي نديروا شي حل، اجي نديروا كذا، هما باغيين غير باش يسجلوني، وحده دايره تليفون من هنا وحده دايره تليفون من هنا باش يسجلوني، باش يشدوا عليا شي بروف باش يحاربوني. دابا بغاو يردوا لي، دابا انايا دابا انا هو اللي داير كل شيء، وانا ما داير حتى شي لعبه. انا انسان نقي اخويا، ما عندي حتى شي حاجه، والدليل على هذا الشيء هذا ما عندي اوديوات كتقول لي اجي هز ولادك ولا غتلقاهم في الزنقه، اجي هز ولادك ولا غتلقاهم في الزنقه، وكتسب فيا بكلام خايب وكتعايرني وكتفسد عليا وما كتخلي ما كدير عليا، وانا وليت دابا خايف نمشي حتى لعند البوليس،
دابا عند رجال الشرطه وليت خايف نمشي لعندهم، وليت خايف نعتقل ظلما وعدوانا. وانا 3 شهور وانا مكرفس انا وهاد الدراري، شكون اللي غيشد لي حقي انايا؟ غيشدوا لي رجال الشرطه الاحرار ونساء الشرطه الاحرار. هذا ميساج كنصيفطوا لهم. انا كنطالب من الله سبحانه وتعالى ومن رجال الشرطه ونساء الشرطه الاحرار يشدوا لي حقي، وكنطالب من الله ومن رجال القضاء ونساء القضاء الاحرار يشوفوا لي حقي. انا حقي راه عند الله، فين هو حقي انا؟ هاد السيده شكون اللي غيراقبها؟ هاد السيده شكون اللي يحاسبها؟ هاد السيده شكون اللي يهضر معاها؟ اللي لايحه اولادها وسامحه في دارها ومسامحه في راجلها وولادها بلا مدرسه ومخليه دارها ومخليه كلشي وجايه تابعه العيالات. انا كدور هي واحد السيده انا بلا ذكر الاسماء، وهذيك السيده قدام البلاد كلها شنقات عليا وضرباتني هنا في جبهتي وفي وجه باها. ما بغيتش نهضر معاها في وجه باها. كاين شي مرة كضرب راجل ما عندي لقاها في ديك الوضعيه بعد استصابه. الدري راهو النفسيه ديالو ما نعاودلكش. النفسيه ديالو هذاك الدري خصو ماشي بسيكولوج، خاصو بسيكاتر، خاصو يبدا يشرب شي دواء. هذاك الدري نقول لك انا خالعني انا. هذاك الدري واش حنايا سيدنا الله ينصرو تيفتح بزاف ديال الحوايج باش نقص المجرمين. حنا غادي نوليو نولدوا المجرمين باش نكبروهم لهم. ودابا غادي يكبر عندي انا مجرم. هذا صافي. هذا خاصو دابا خاصو الطب النفسي. هذا مشيت عند السيد وكيل الملك المحترم، دفعت الشكايه ديالي هذه في شهر 2 وباقي ما جاتش. من سولت عليها بالدائره باقي ما جاتش. ديت معاك الولد ديال الوليدات ديالي كاينين ديتهم معايا. وانا كنطالب من الله ومن رجال الشرطه الاحرار ونساء الشرطه الاحرار يستجوبوا وليداتي. هما تيقولوا لي بلا انت اللي كتقول لوليداتك، لقوني انا اللي كنقول لوليداتي هادشي يديهم طويل عليا. يستجوبوا وليداتي. كاين الحمد لله اطباء نفسانيين في المغرب، كاينين الناس اللي هما قاريين وعارفين يشدوا دوك الوليدات ويقلبوهم ويهضروا معاهم ويخليوهم معاهم مده ويسولوهم ويعرفوا ديك الساعات شنو كاين. انا تعرف شكون هذا دابا دابا راه عندي واحد الفوكال اخويا والله اخويا نديروا لك في الميكرو وتسمعوا دابا وتلح ليا ولا كان ممكن تسمعوا. عرفتي اخويا اش نقول لك؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي. تقول لي اجي هز ولدك ولا راه غتلقى ولدك في الزنقه؟ واش غتهزو؟ دابا بغيتي نسولك دابا على هاد الصغير، واش تهزو ولا غتخليه في الزنقه؟ دابا قول لي. ما يمكنش تخلي ولدك في الزنقه. هزيتو جبتو مع خوتو. دابا ما بقاش عندي. كنت كندبر الاخرين على ما ياكلوا باش نجيب لهم المصروف ديالهم. انا ما بقيت نخرج لا البحر لا والو. دابا هادي 3 شهور انا ما خرجتش للبحر. كنمشي عند الاصدقاء ديالي كل واحد الشي يدير معايا. في رمضان تنقول لها يطلعي حيدي من المرصى ونخلي الدراري غير في البلاد. مع رمضان كنخليهم في البلاد كيدوروا شويه راه عارفين ولاد البلاد. نخليهم يدوروا. مشيت جبت 4 الماريات ولا 2 الماريات اللي جبت. الماريه اللي تنجيبها تنقسمها معاها. مره عطيتها 300 درهم، مره عطيتها 200 درهم. ولو انا وياها في هذه المشاكل وسط المشاكل وعطيتها 200 درهم وعطيتها 300 درهم. هادشي داروا قدام الرئيس ديالنا ديال الجمعيه ديالنا ديال المرصى في 100 درهم في 1000 ريال. نصور 100 درهم تنقسمها معاها. اكثر من هادشي يعني هادشي كيدل على شي حاجه، كيدل على الصفه ديال النيه ديالي، كيدل على شي، كيدل بغيت وليداتي يبقاو مجموعين. ومن هاد السيده هادي كتقول لك قدام عباد الله واش انت ما عندكش النفس؟ واش انت صاحبي ما تفهمش؟ كتقول انا ما بقيتش باغاك، انا باغي نعيش حياتي. وملي بغيتي تعيشي حياتك اختي علاش خليتي لي انا هاد الوليدات هادو؟ انا كنطالب من الله يديروا معايا خاي شي حل اخويا. انا راه تقارت انا ما بقيتش عارف. والله ينصر سيدنا اخويا، والله ينصر رجال القضاء ورجال القضاء ونساء القضاء الاحرار. والله ينصر رجال الشرطه الاحرار ونساء الشرطه الاحرار ورجال الشرطه الاحرار. هذا نداء كنصيفطو انايا. صابر بحري انسان نقي، ما عندي لا وسخ لا والو. الوقت قهراني، ربي اللي عالم بيا وزاد قهراتني هاد السيده بهاد الوليدات هادو. ما عرفتش انا وليداتي راه نهزهم بسناني، ولكن خاصنا دير معايا شي حل. واش انا دابا هي مديكلاري بيا نبغي غير ندي بلاصه دابا لشي بلاصه، نلقى راسي انايا راه اوصير شي كندير وانا ما داير والو. بلاغات كيدين حشومه ما راهاش 14 عام وما تراعيش وكتدور في البلاد وكتفسد عليا قدامي. يعني كتقول لي اجي قتلني. واحد اخر عقلو قليل ما تيبغيش وليداتو وما تيبغيش الحياه ويكون مسخره يجي يقتلها بحال هكا قدامي. كتدور مع عباد الله في البلاد قدامي، كتخرج مع مالي الماطر قدامي وانا تنشوف. وتقول لي يلاه موت دير شنو دير، شنو الاخر ديالك، شنو جهدك؟ الجهد لا جهد الله. انا كنطالب من الله سبحانه وتعالى ومن نساء الشرطه الاحرار ومن رجال الشرطه الاحرار يشوفوا لي حقي. لا اله الا